طيب دعونا نفكك هذا الموضوع. في هذا الغوص العميق أو بالأحرى نقاشنا اليوم سنبحث في وثائق قانونية وتقارير تقارير صارمة جدا صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية. أهلا بك. نعم، تقارير وزارة الداخلية وتحديداً مع تحليلات من خبراء الهجرة مثل مكتب بارا إميغرانتيس. بالضبط. مهمتنا اليوم هي استكشاف عقبة خفية، يعني عقبة قد تعصف بحلم الحصول على الجنسية الإسبانية. صحيح، لأن عادة يظن البعض أن الأمر مجرد تجميع أوراق رسمية وانتهى الأمر. لكن التقدم للحصول على الجنسية يشبه التجهيز لمقابلة عمل حاسمة جدا. يعني لا أحد يود أن تظهر مشاكل قديمة في فحص خلفيته ويتم رفضه بسببها. وما يجعل هذه التقارير مثيرة للاهتمام هو أنها توضح أن النظام الإداري لا يكتفي بالشروط الظاهرية فقط. فهم آلية عمل تقرير وزارة الداخلية الإسبانية يوفر السياق الأهم هنا. نحن لا نتحدث عن مجرد إجراء شكلي، بل عن تدقيق واسع النطاق. تدقيق واسع النطاق للسلوك العام، أليس كذلك؟ وعند التدقيق في محتويات هذا التقرير نجد تفصيلة بصراحة صادمة نوعا ما. نعم، تفصيلة تفاجأ الكثيرين. يعني التقرير لا يقتصر فقط على سرد تواريخ الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها، بل يتضمن سجلاً مفصلاً لأي تفاعل مع الشرطة. أي تفاعل مهما كان بسيطاً. نحن لا نتحدث هنا عن الجرائم الكبرى فقط. واو، يعني حتى مجرد التوقيف أو الاستجواب البسيط في الشارع؟ بالضبط، أي إجراء شرطي. يبدو أن التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ يترك بصمة رقمية، حتى لو لم تكن هناك أي إدانة قضائية من المحكمة. هذا غريب فعلا. هل هذا يعني أن أي احتكاك يظل مسجلا ويخضع للتدقيق الصارم؟ هذا هو الفارق الجوهري الذي يغيب عن الكثيرين. هناك خلط دائم، يعني خلط بين السجل الجنائي والسجل الشرطي. السجل الجنائي يصدر بعد إدانة من المحكمة، صحيح؟ صحيح جدا. بينما السجل الشرطي يوثق مجرد الاحتكاك مع السلطات الأمنية، سواء كانت الشرطة الوطنية أو الحرس المدني. وما الهدف من كل هذا التقييم؟ الهدف هو التثبت من شرط يعرف بحسن السلوك المدني. السلطات تسعى لرؤية الصورة الكاملة للمتقدم، وأي تفاعل مسجل يظل باقياً ليؤثر على هذا التقييم، مما يجعل تقديم ملف نظيف وخال من هذه الشوائب أمراً حتمياً. طيب، إذا كان النظام يحتفظ بكل هذه التفاعلات، ماذا يحدث لو حاول الشخص التقديم وهو ينظف السجل؟ بالضبط، ماذا لو حاول شخص تقديم الطلب بينما يسعى لتنظيف سجله في نفس الوقت؟ المصادر تحذر بشدة من هذا الفخ. المصادر تعتبره فخاً حقيقياً، لأن تقديم طلب الجنسية أثناء محاولة إلغاء السوابق يشبه تسليم ورقة الامتحان بينما لا تزال تمحو الإجابات الخاطئة، والمصحح ينظر بالفعل إلى الورقة. تشبيه دقيق جداً. هذه النقطة تشرح لنا آلية عمل النظام الإداري في إسبانيا. كيف ذلك؟ بمجرد إدخال طلب الجنسية يقوم النظام آلياً بالتقاط صورة لبيانات المتقدم في تلك اللحظة الزمنية الدقيقة. صورة للوضع الحالي. نعم، وإذا التقطت هذه الصورة وجود أي سابقة شرطية نشطة، مسار الملف يتعثر فوراً. وهنا تبرز العواقب المنصوص عليها في المصادر، حيث تصدر الإدارة ما يعرف بالريكيريمينتو. الريكيريمينتو، نعم، وهو ليس بالأمر الهين أبداً. لحظة لنوضح هذه النقطة. الريكيريمينتو إذن ليس مجرد رسالة إدارية عابرة لتحديث البيانات، هل هو تجميد فعلي للملف؟ بالضبط، هو تجميد فعلي. إنه طلب رسمي ومقيد بوقت لاستكمال البيانات أو تبرير تلك السوابق. وهذا يضع المتقدم تحت ضغط كبير. ضغط هائل. هذا الإجراء يخلق كابوساً بيروقراطياً قد يطول لأشهر، وفي حالات كثيرة يؤدي إلى رفض طلب الجنسية بشكل كامل إذا لم يحل. لأن النظام لا يتسامح مع وجود سجلات غير محسومة وقت التقديم، أليس كذلك؟ قطعاً لا يتسامح. يجب أن يكون كل شيء محسوماً قبل التقديم. طيب، بالنظر إلى ملفات الخبراء والمحامين مثل مكتب بارا إميغرانتيز المذكور في المصادر، نجد أن التعامل مع هذا التعقيد لا يترك للصدفة. المحترفون لا ينتظرون صدور الريكريمنتو أصلاً. إذن ما الذي تخبرنا به المصادر حول كيفية تنظيف هذا السجل؟ استراتيجيتهم تبدأ بالوصول الاستباقي لقواعد البيانات، صحيح؟ نعم، الوصول الاستباقي لقواعد البيانات الأمنية المتعددة لمعرفة ما هو مسجل بدقة، وهذه هي الخطوة التي تصنع الفارق.
بأن السوابق قد تكون موزعة بين جهات أمنية مختلفة؟ بالضبط، قد يكون هناك سجل عند الشرطة الوطنية وآخر عند الحرس المدني، لذلك يقومون بتشخيص دقيق للحالة أولاً. وبعد ذلك تبدأ عملية الإلغاء؟ نعم، تبدأ عملية معقدة لإلغاء هذه السوابق واحدة تلو الأخرى مع كل جهة مختصة. يعني محاولة القيام بذلك بجهد شخصي دون خبير تحمل مجازفة كبيرة؟ مجازفات باحتمالية إغفال سابقة مخفية في إحدى قواعد البيانات، وهذا يؤدي في النهاية للأسف إلى اصطدام الطلب بقرار الرفض. إذن القاعدة الذهبية التي نستخلصها هنا هي التحقق الصارم من السجلات، وإلغاء أي سوابق شرطية بالكامل يجب أن يسبق خطوة تقديم طلب الجنسية. هذا هو المفتاح الأساسي للنجاح. واللجوء لجهة قانونية خبيرة ليس مجرد رفاهية، بل هو درع واقي لتجنب انهيار الملف بأكمله بسبب تفصيل صغيرة. هذا صحيح، وهذا التحليل يتركنا أمام تساؤل أعمق بكثير في الواقع. ما هو؟ إذا كان مجرد توقيف شرطي قديم وعابر ربما تم نسيانه تماما، قادرا على إيقاف مساء حياة بأكمله كالحصول على جنسية جديدة، فعلا شيء يدعو للتأمل. فما هو حجم البيانات والتفاصيل الإدارية الصامتة التي تجمعها وتحتفظ بها الأنظمة عن الأفراد يومياً؟ يا إلهي، سؤال مخيف بصراحة. وكيف يمكن لهذه السجلات الرقمية الخفية أن تعيب تشكيل المستقبل وتحدد المصائر دون حتى إدراك ذلك إطلاقاً؟